ملخصنا النهاردة بيبدأ في حي شعبي وناسه طيبين، وبيظهر بطلنا حسن اللي بيمثل دوره مروان المسلماني وهو شاب بسيط راجع من شغله على بيته واضح عليه التعب، وبيكون معاه مكالمة من صاحبه عصام اللي زي أخوه اللي بيكلمه على موضوع التعدين في البيتكوين، وبيقول له أنا سامع إن الموضوع ده فيه مكسب جامد، وبيقول له أنا هجيب العدة والجاروف. يعني واضح كده إنه مش فاهم أي حاجة، وحسن بيضحك عليه وبيقول له الموضوع ده مش بالسهولة اللي انت فاكرها، ودي محتاجة أجهزة كمبيوتر مخصوصة وتيار كهربي ثابت، مش أي حاجة وخلاص. وفي الوقت ده حسن بيسمع استغاثة وناس من جيرانه بيصوتوا، وهنا بنشوف شهامة المصريين، بينسى تعبه وفجأة بيتحول لبطل خارق ويجري على مكان الصوت، وبيكتشف إن في حريق في شقة جيرانه، وفي طفل واقف في البلكونة ومش عارف ينزل ولا حد عارف يطلع يجيبه. وهنا حسن بتجيله فكرة إنه يطلع الدور اللي فوق وينط على البلكونة اللي فيها الطفل، بس بيتعور في إيده تعويرة جامدة، لكنه بيكمل وبينقذ الطفل وبينط بيه على الشارع، والناس بتفرح بيه جدا، وطبعا كالعادة في ناس بتصوره وبينزل على النت وبيتشهر، لكن هو مش مهتم بحاجة زي كده، وبيروح على المستشفى وبيخيطوله الجرح وبيربط إيده. وبعدها بتظهر بطلة المسلسل ندى، واللي بتقوم بدورها ليلى زاهر، وبنشوف ندى في المستشفى ومعاها عائلتها وأختها على السرير، وبيدخل الراجل بنعرف بعد كده انه ابوها، وبيكلمها باسلوب بايخ وبيقول لها انتوا ايه اللي جابكم من المستشفى الغالية دي؟ انا مش هدفع ولا مليم هنا. بتقول له احنا محدش طلب منك حاجة، وبتعرف ان اختها اللي تعبانة دي كانت جايبة درجة وحشة في الامتحان، ومن خوفها من قسوة ابوها رمت نفسها من البلكونة لانها عارفة انه هيضربها وهيفتري عليها. وهنا ندى بتقول له حرام عليك، مش كفاية اللي عملته فيها، كان عايز تطفش اخواتي الصغيرين. وبتسيبه وتروح الحسابات عشان تحاسب على علاج اختها، وبتدفع كل اللي معاها، وبيكون فاضل عليها 12,000 جنيه لازم تدفعهم قبل نهاية اليوم. وساعتها بتجري على السكن اللي عايشة فيه مع صاحبتها، وبتدخل اوضتها، وبنعرف انها طالبة متفوقة في كلية صيدلة، لكنها بتشتغل عشان تصرف على نفسها وعلى اخواتها. لكن يا ترى ايه نوع الشغل ده؟ خليك معايا لحد اخر الملخص هتعرف هي شغالة ايه. بتدخل اوضتها وبتطلع كل الفلوس اللي محوشاها ومخبياها في الأوضة، لكن الفلوس مش بتكون كفاية، وهنا بتضطر انها تتصرف علشان تجيب فلوس. وبنسمعها بتكلم احد الاشخاص وبتقوله انها موظفة في بنك، وانها عايزة بيانات الفيزا بتاعته والرقم السري عشان تحدث بياناته. وهنا بنعرف هي بتشتغل ايه بالظبط. ولو وصلت معايا لحد هنا دوس لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبنرجع لحسن اللي راح شغله تاني يوم عادي جدا رغم اصابته، بنلاقيه شغال في محل موبايلات صيانة سوفت وير وهاردوير، وبنلاقي ان صاحب المحل لما عرف ان الفيديو بتاع حسن لما انقذ الولد اتشهر حب يستغله، وطلب منه انه يصور فيديو دعاية للمحل ويعلن عن البضاعة، وكان مصمم انه يخليه يظهر ايده المصابة وهو بيتكلم، وحسن طبعا مش فاهم. وبنشوف شخص من بتوع التنمية البشرية اسمه هاني السني بيدي محاضرة لبعض الشباب، وبيقنعهم انه هيقدر يخليهم يبقوا اغنياء لو سمعوا كلامه. وهم واحد منهم بيسأله اسئلة منطقية عن محتوى محاضراته الفارغة، بيتعصب عليه وبيقول له متحضرليش تاني. وبنرجع لبيت حسن بنلاقي عايش مع اخته الوحيدة بطة وجوزها اللي اسمه خالد وعيالها، وبنشوف حسن وهو لابس بدلة وبيعمل انترفيو الشغل اونلاين، وواضح ان الست اللي بتعمل معاه الانترفيو منبهرة جدا بخبرته في مجال الاي تي والتكنولوجيا. وهنا بنعرف ان حسن مش مجرد بياع في محل موبايلات، لا ده مهندس كمبيوتر وعنده خبرة جامدة في مجاله. بيلاقي اخته وعيالها بيزعقوا جامد، فبيطلب منهم يهدوا شوية عشان يقدر يكمل الانترفيو. وهنا بنشوفه لابس جاكيت البدلة على بنطلون بيجامة وبيروح عشان يكمل الانترفيو. وبنشوف الست اللي بتعمل معاه الانترفيو بتقول له انها عايزة منه اسماء الشركات اللي اشتغل فيها قبل كده عشان تكمل السي في بتاعه. بنلاحظ ان حسن كان فرحان جدا اثناء المقابلة، لكن اول ما سألته السؤال ده اتغير وقفل المقابلة زي ما يكون عارف ان كده كده هيترفض. وبيدخل البلكونة يولع سيجارة وهو متضايق جدا، واخته بتخش له وبتسأله مالك، بيقول لها نفس المشكلة. وبنعرف انه كان شغال في شركة مع اللي اسمه هاني السني، وان هاني السني اللي كان بيدي محاضرات من شوية ده بعد لما حسن مشي من شركته وعمل له بلوك في باقي الشركات، أكس عليه بحيث ان مفيش اي شركة تشغله. لا كل ما يقدم في شغل يترفض لانه اداله تقييم سيء عن شغله. للأسف في المجال ده اي حد بيحكم على الشخص من خلال الاماكن اللي كان فيها قبل كده والسي في بتاعه. عشان كده حسن معرفش يلاقي اي شغل غير محل الموبايلات، لان المجال ده لسه ما وصلهوش موضوع البلوكات ده. وبيظهر ان فيه بيشتكي لاخته وصعبان عليها، بتطلب منه مصاريف مدرسة العيال، شيزوفرينيا يعني على الاخر.
وبنلاحظ ان جوز اخته اللي اسمه خالد ده بروطة وعايش عالة على حسن وعمال يعمل مشاريع فاشلة، مرة يعمل بسكويت ويبيعه ومرة يعمل كوكيز، وطبعا حاجات بايظة ومحدش بيشتريها وبيفضل ياكلها هو لحد ما بقى عامل زي الفيل. وبعدها بنشوف ندى وهي قاعدة مع هاني السني، واضح انها شغالة معاه وبتترجى انها تسيب الشغل لانها مش قادرة على الحاجة اللي هو طالبها منه، وبيتعصب عليها وبيهددها وواضح انها خايفة منه او ماسك عليها حاجة، وبيقول لها حسن لازم يبقى معانا. وبعدها بنشوف عصام صاحب حسن بيزوره في البيت وبيشوفه وهو بيعمل حاجات كتيرة غريبة على الجهاز، وبيقول له انت بتعمل ايه، بتهكر؟ حسن بيقول له لا ده اسمه تداول، وبيحاول يشرح له لكن عصام مخه مقفول خالص وهو ما يعرفش عن الحاجات دي غير اسمها بس. وساعتها حسن بيبسط له الامر على قد عقله وبيشرح له انه بيعمل التداول على حاجات بسيطة كده وبيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يسهل عليه الامور. وساعتها عصام بيقول له طب لما نتقابل بالليل في السايبر هعمل لك مفاجأة. وبنشوف ندى وهي بتحاول تبعت رسالة لحسن ومش عارفة تفتح معاه الكلام ازاي، لكن الواضح انهم كان في بينهم حاجة وسابوا بعض بطريقة مش حلوة زمان. وساعتها الرسالة بتوصل لحسن وهو في البيت وبيستغرب هي عايزة ايه، وبيرد عليها وبيتفقوا يتقابلوا لانها محتاجة منه حاجة ضروري. وبيتقابلوا في محطة مترو الانفاق وبتقول له انها عليها فلوس لناس كتير ومحتاجة مساعدته، وان هاني السني وداها في داهية وانها عايزة تنتقم منه، واكيد حسن عايز ينتقم منه برضه. لكن حسن بيفاجئها انه مش شاغله الموضوع وانه شغال دلوقتي في محل موبايلات ومبسوط ومش عايز يرجع يشتغل الشغل بتاع هاني السني اللي واضح جدا انه كان شمال. وبيقول لها انت بعد سنتين بلوك جايه تقولي لي انقذني من الشخص اللي انا حذرتك منه قبل كده. وبيروح السايبر بيلعب مع عصام اللي بيقول له انه اشترى جنريتور الماني ممكن يشغل البساتين كلها، وبيتفقوا مع صاحب السايبر انهم ياخدوا السايبر ساعتين 3 لوحدهم ويشغلوا الجنريتور عشان يبداوا في عمليه التعدين. وطبعا كل الدنيا حاطه على حسن، مش فاضل غير خالد جوز اخته، هو كمان مش هيرحمه، هيروح له ويقول له انه عليه فلوس وعشان يدفعها لازم يطلع العيال من المدرسة الخاصة اللي حسن بيدفع لهم مصاريفها ويدخلهم مدرسة حكومية عشان يوفر، وعايز يشتري فرن عشان يوسع المشروع الفاشل بتاعه. وهنا حسن بيقول له مالكش دعوة بالعيال ومدارسهم، انا هتصرف لك في الفلوس اللي عليك. وبالفعل بيتصرف في فلوس وبيديها البطة عشان فلوس المدرسة وجزء من الفلوس اللي على جوزها. ولما حسن بيرجع المحل وهو بيشتغل بيلاقي ندى داخلة عليه وهدومها مقطوعة وبتعيط، وبياخدها على مول وبيديها الجاكيت بتاعه. بتدخل حمام المول تغيره، ولما بتطلع بتسألها ايه اللي عمل فيها كده، بتقوله ان في مجموعة من الناس اللي ليهم عندها فلوس ومضيالهم على ايصالات امانة جم وتعاركوا معاها وعملوا فيها كده، وهي لو مدفعت لهمش الفلوس هتتحبس. وبيحاول يساعدها لكن المبلغ اللي عليها بيكون كبير، وبيسألها عن نوع العملية اللي كانت عايزاه يساعدها فيها. بتقوله ان في شركة ادوية بتشتغل في التعدين من غير ما حد يعرف، وعايزة حسن يهكر الشركة دي ويسرق منها البيتكوين، وبيطلبوا $1,000,000 من الشركة دي. وهو بيقول لها طب ما ناخد البيتكوين وخلاص. بتقول له مش هينفع عشان ما نقلبش الدنيا علينا. وبيسألها طب انت عرفتي الموضوع ده منين؟ بتقول له ان هاني السني بيجيب لهم ناس تستثمر في البيتكوين، وانها عارفة ان في ناس هتدخل مبالغ كبيرة الفترة اللي جاية وهيكون في سيولة. وبيستغرب هي عرفت كده منين، هاني قالك؟ بتقول له انا هكرت تليفونه وعرفت المعلومات دي من التليفون. وبيتقابلوا مع عصام اللي بيكون مش طايق ندى ومش مستريح لوجودها مع حسن وحاسس انها توديه في داهية، لكن اول ما بيعرف ان الموضوع فيه $1,000,000 بيغير مبدأه في ثانية. وبيروحوا كلهم على السايبر وبيستخدموا الاجهزة والجنريتور الالماني اللي عصام جابه عشان يعدنه، لكن في وسط عملية التعدين الجنريتور بيتحرق والدنيا كلها بتضلم. وطبعا دلوقتي مفيش قدامهم غير عملية تهكير شركة الادوية اللي بتشتغل في التعدين. وبيعملوا خطة، بيروحوا العمارة اللي فيها شركة الأدوية، عصام بيشغل بتوع الأمن وندى بتعمل نفسها حامل، وحسن بيهكر الكاميرات وبيدخل العمارة مع ندى ويطلعوا فوق. ندى بتشغل الموظفين اللي في الشركة، وحسن بيدخل أوضة الأجهزة وبيحط فلاش عليها فيروس ويسرق كل بيانات الشركة والبيتكوين ويهرب. وبعدها ندى بتكلم الشخص المسؤول عن الشركة بيكون اسمه فادي وبتطلب منه $1,000,000 مقابل إنها ترجع له البيتكوين. وساعتها بيحاول يهددها لكن هي بتوقفه عند حده وبتفهمه إنه لازم يسمع كلامها عشان ما يحطش نفسه في موقف صعب مع عملاء شركته. وبالفعل بيستجيب ليها وبيحط لها الفلوس في المكان اللي قالت عليه، وبتروح تاخد الفلوس وتحاول تمشي لكنهم بيخطفوها. وحسن بيكون مراقب من بعيد وبيكلمهم بيقول لفادي ينزل ندى من العربية وهو بعتله البيتكوين، وفعلا بينزلها وحسن بيبعتله البيتكوين. لكن بنلاحظ ان هاني السني واقف مستني ندى وهي فعلا كانت رايحة تديله الفلوس، لكن حسن بياخدها وبيمشوا والعصابة بتجري وراهم لحد ما بينطوا فوق سور فيلا عشان يستخبوا فيها، وبيتفاجئوا براجل عجوز ماسك بندقية وبيقول لهم انتوا مين؟ وده بيكون اشرف عبد الباقي اللي بيقوم بدور عزت الشايب. وهنا بيتجمع الولد والبنت والشايب لأول مرة.
وبعدها عزت بينادي على ندى وبيقول لها تعالي يا هانيا، وبيفتكرها هانيا حفيدته اللي كانت مسافرة، وبيدخلهم البيت ويدخلهم أوضة المكتب ويقفل عليهم لأنه عنده زهايمر. وفي الوقت ده هاني السني بيكون بيدور عليهم، ورجالة فادي كمان وعصام صاحب حسن كلهم بيفقدوا أثر حسن وندى. وهاني السني وصل عند الفيلا اللي جنب فيلة عزت، وبيحاول يبص من ورا السور، والغفير بيشوفه وبيحاول يمنعه إنه يطلع على السور، لكن هاني بيشتبك معاه وبيضربه بحاجة كانت في إيده، والغفير بيموت. وهاني السني بيهرب بسرعة، وساعتها رجالة فادي بيشوفوه بيصوروا العربية. وعصام بيكون قلقان جدا على حسن لأن حسن وندى قفلوا تليفوناتهم. وبنلاحظ إن حسن وندى اتحبسوا في أوضة المكتب، وكانوا مش عارفين الراجل ده هيعمل فيهم إيه، لكن ما كانش عندهم حل غير إنهم يقعدوا عنده لحد ما الدنيا تهدى. والحكومة بتوصل عند مكان جريمة القتل، وعصام بيروح ويشوف الزحمة وبيسأل، وبيعرف إن في جريمة قتل، وبيخاف على حسن أحسن يكون حصل له حاجة. وفي الوقت ده بتوصل واحدة اسمها أم إبراهيم، وبتقول إنها شغالة في الفيلا اللي جنب جريمة القتل اللي هي فيها عزت. يعني ممكن كده إن عزت مش عايش لوحده. يا ترى هتعمل إيه لما تدخل تلاقي 2 ولد وبنت عند عزت؟ وفي الوقت ده عزت بيفتح لهم باب المكتب وبيطلعهم عشان يفكروا معاه، وبنلاحظ إنه عنده زهايمر وفاكر إن ندى تبقى هانيا حفيدته، لكن مش عارف مين حسن. وبيسأله أنت مين؟ حسن بيقول له أنا حسن جوز هانيا أو خطيب هانيا. وفي الوقت ده بتكون أم إبراهيم جت، وبعدها بشوية في ضابط مباحث بيجي يقابل عزت وبيسأله لو كان في حد عايش معاه، وهو بيداري على حسن وندى ومش بيقول إن هم عنده، والضابط مش بيشك في حاجة وبيمشي. وبيقعدوا كلهم يفطروا مع بعض، وكل شوية عزت يسأل حسن انت مين، وحسن يقول له أنا حسن خطيب هانيا. بيسأله ايه اللي في ايدك ده؟ بيقول له دي كانت تعويرة بسيطة. بيقول له طب يبقى غير عليها في شنطة إسعافات أولية في الحمام. وبيسأله عن الشنطة اللي هو مسكها في ايده، بيقول له دي هدومي، وبيفضل ماسكها طول ما هو بيتحرك في الفيلا. وساعتها بنشوف ان ابراهيم وهي بتتصل بحد وبتبلغه باللي بيحصل، وبيوصيها انها تبلغه بأي جديد. وطبعا في الوقت ده بنشوف هاني السني هيتجنن من اللي حصل، لان كل دي كانت لعبة هو مدبرها هو وندى، وكان المفروض ان ندى تضحك على حسن وتاخد الفلوس بعد العملية وتديها لهاني كلها، لكن اللي حصل بعد العملية لخبط له خطته. طبعا كل ده حسن ما يعرفش. وبنشوف حسن وعزت وندى قاعدين في الريسبشن، وعزت بيقول لهم ان في هدوم في الدولاب يقدروا يلبسوها لحد ما تيجي شنطتهم من المطار. وطبعا بيسأل حسن على ايده، وحسن بيقول له دي حادثة بسيطة. وعزت بيقول له طب في شنطة إسعافات أولية في الحمام بغير عليها برضه. وندى وحسن بيبدأوا يلبسوا من الهدوم القديمة اللي عندهم، بنلاحظ إنها كلها من فترة التسعينات. يعني لو ركزت في كل الهدوم اللي هيلبسوها بعد كده هتكتشف إنها فعلا مناسبة للفترة دي، لأنها هدوم قديمة عنده. وبعد ما عزت وندى بيناموا، حسن بيدخل أوضة المكتب ويفتح علبة التكييف ويخبي شنطة الفلوس فيها ويقفل عليها، وبينام على الكنبة. وتاني يوم بيلاقي عزت بيصحي بدري وبيسأله انت بتشتغل ايه؟ حسن بيقول له انه شغال في العقارات. وبيقول له ايه اللي في الايد اللي في ايدك ده؟ حسن يقول له دي وقعة بسيطة كده وقعت عليها بس. وعزت بيقول له طب في شنطة إسعافات أولية في الحمام بغير عليها. وبيقعدوا يفطروا مع بعض، وبنلاحظ ان عزت دايما مش طايق حسن، وكل ما حسن يتكلم عزت يقاطعه ويقول له انا مش محتاج رايك. وبعد شويه الباب بيخبط، وعزت بيروح يفتح بيلاقي واحد بيقول له انت مين؟ بيرد يقول له انا ياسر المحامي بتاعك. بيقول له انا مش عارفك. وفي الوقت ده ياسر بيطلع تليفونه وبيرن على عزت، بيطلع على موبايل عزت اسمه ياسر المحامي بتاعي. ولما بيدخل جوه بيسأل حسن وندى وبيقول لهم مش هنتعرف. حسن بيقول له ما ينفعش نتكلم على الاكل، في اداب اكل. وساعتها عزت بيقول له برافو. وبعدها بيظهر هاني السني وهو داخل المركز اللي بيلاقي فادي بتاع شركة التعدين، ومعاه الفنانة إسعاد يونس اللي بيظهر إنها رئيسة الشركة واسمها الأستاذة اللي بيشتغل فيها فادي. وبتعرف إنها عارفة إن ورا موضوع السرقة اللي حصل في شركتها، وهو بيعمل نفسه مش فاهم حاجة، لكن هي بتقوله أنت كده داخلة غلط يا أستاذ محمد. بيقول لها إن هو اسمه هاني، بتقول له لا أنت اسمك محمد عبد القادر، وتجيب له تاريخه كله وإنه هربان من أحكام، وبتهدده إنه لو فلوسها مرجعتش هيزعل على نفسه وعلى ابنه وطليقته. وبعدها حسن بيروح أوضة ندى وبيسمعها من بره كأنها بتكلم حد، وساعتها بتكون هي بتسمع رسالة من هاني السني بيهددها إنها لو مرجعتلوش الفلوس هيأذي أمها وأخواتها. وبيدخل يشد معاها في الكلام، بتقول له الفلوس فين؟ بيقول لها الفلوس في التكييف. وبنروح للضابط وهو بيراجع الكاميرات وبيشوف حسن وندى وهما بيجروا من يوم الحادثة، وبيبدأوا يدوروا وراهم بيحاولوا يعرفوا اللي قتل ده ليه أعداء أو خصوم أو عليه طار مثلا، عشان يعرفوا إيه الدافع وراء قتله. لكن كل اللي بيشهدوا للشخص ده إنه كان طيب ومش بيزعل حد، ومن ساعة ما جه من بلده وهو في حاله. وفي الوقت ده هاني السني بيحاول يدور على حل عشان يقدر يعرف ندى وحسن فين.
وبيكلف واحد من اللي بيتدربوا عنده إنه يروح يأجر له شقة في وش فيلا عزت، وخلاه يصورها له وهو بيأجرها وشايف إنها كاشفة الفيلا كويس. وبعد كده حسن بيروح يفتح التكييف عشان يطلع الفلوس عشان يحضر نفسه إنه يسيب بيت عزت، لأن الدنيا برا مش أمان. لكن المفاجأة إنه بيلاقي الشنطة في مكانها بس فاضية والفلوس مش موجودة. وبيطلع جري وهو متعصب على ندى وبيقول لها انت سرقتي الفلوس، لأنه ما قالش لأي حد على مكان الفلوس غيرها. وهي بتقول له يمكن انت اللي خبيتهم في مكان تاني عشان تاخدهم لنفسك وعامل عليها حوار. وساعتها صوتهم بيعلى وعزت بيدخل عليهم بيتكلم مع حسن اللي بيكون متعصب، بيزقه زقة جامدة وعزت بيقع على الأرض وبيتخبط في دماغه. وندى بتزعق لحسن وبتقول له انت قلت له انت قتلته، وبيحاولوا يسعفوه. وفي الوقت ده بيجي دور شنطة الإسعافات اللي في الحمام اللي عزت كان كل شوية يقول عليها. وبعدها الباب بيخبط وبيروح حسن يغير هدومه ويفتح الباب وبيلاقي أم إبراهيم بيقول لها إن عزت بيه طلب منه يديها أجازة ويديها فلوس، ويقول لها خدي لك كام يوم أجازة. وطبعا هي بتشك، وأول ما بتخرج بتتصل بالشخص اللي بتبلغه الأخبار اللي بيكون ياسر المحامي. وهاني السني بيقابل طليقته وبيطلب منها ما تسافرش غير لما يخلص شغله، وهي بتقول له خليك انت براحتك واحنا كده كده هنسافر. وبتقول له انت طماع وده اللي دخلك السجن. وبنشوف حسن وهو قاعد جنب عزت وهو تعبان لانه حاسس بالذنب بسبب اللي حصل. وبيروح هاني السني يقابل الاستاذه وبيلاقيها قتلت فادي. والظابط بيروح يسأل على حسن في محل الموبايلات اللي كان بيشتغل فيه. وبعدها هاني السني بيروح له البيت وبيهدد اخته وجوزها وبيقول لهم حسن مرجعش البيت. وام ابراهيم بتروح للمحامي المكتب وبتكتشف ان المحامي ده مجند ام ابراهيم عشان تجيب له اخبار عزت، لانه عايز يسرق عقد ارض من عند عزت. وكل ده لان ابراهيم ابنها محبوس والمحامي مفهمها انه بيخلص له قضاياه. والظابط بيروح على بيت حسن وبيسأل على حسن وبيقول لهم لو ما تعاونوش معاه هيتحطوا في مشكلة. وحسن بيكون مشغول بموضوع الفلوس راحت فين بالظبط، محدش يعرف مكانها غير ندى. وبيدخل المكتب ويدور تاني وبيكتشف وجود كاميرا. وهنا بيفتكر ان ممكن يكون عزت شافه وهو بيخبي الفلوس في التكييف وهو اللي اخدها. وبيمشي ورا السلك بتاع الكاميرا لحد ما بيوصل لأوضة مقفولة بيقفل من بره. وبيجي في باله ان لو دخل الأوضة دي هيقدر يعرف من تسجيلات الكاميرا مين اللي اخد الفلوس. والحمد لله عزت بيخاف وبيفرح لما بيلاقي حسن وندى جنبه، وبيكون ناسي ان حسن هو اللي زقه وعوره. وندى بتقول له انت وقعت واتعورت، وبيقول لهم ان النهارده عيد ميلاده وبيطلب منهم يحتفلوا معاه. وفي الوقت ده الشاب اللي شغال مع هاني السني بيركب كاميرا في بلكونة الشقة اللي أجرها، وبتكون كاشفة فيلا عزت من فوق، وبيتأكد ان حسن وندى موجودين جوه الفيلا. وبالليل وهم قاعدين مبسوطين بيجي المحامي وبيطلب من ندى انها تدخله اوضه المكتب عشان في حاجه مهمه عايز يشوفها. ولما بيدخل بيقفل على نفسه وهم بيفضلوا يخبطوا عليه. ولما بيخرج بيكونوا مستغربين من تصرفه وبيضحك عليهم باي كلام. وفي الوقت ده الجرس بيرن تاني وندى بتروح تفتح وبتلاقي هاني السني في وشها وبتجري على جوه، وهو بيدخل وراها وبيلاقي حسن والمحامي. فبيعمل نفسه قريب حسن وبياخده بالحضن وبيقول له في ودنه انه لو ما رجعش الفلوس مش هيسيبه وهيأذي اخته ويأذي اخته وولادها. وفي الوقت ده عزت بينزل من فوق معاه بندقيته وبيقول لهم انتوا مين، وبياخد حسن وندى وراه وبيخبيهم. بيقول لي ياسر وهاني طلعوا بره لحسن اضربكم بالنار. طبعا هما بيفكروا بيهدد بس ومش هيضرب فعلا، ولسه هيتكلموا معاه بيلاقوه ضرب عليهم نار فعلا. وبيطلعوا من الفيلا يجروا هما الاتنين وبيتعرفوا على بعض بره. وياسر بيدي الكارت بتاعه لهاني السني، وتاني يوم بيفطروا مع بعض عزت وحسن وندى وبيسألوه عن الأوضة المقفولة يا ترى فيها ايه. وبعد الفطار ياخدهم ويفتح لهم الأوضة وبيكتشفوا إنها مليانة كراكيب وفيها كمبيوتر قديم جدا تقريبا ده هو اللي متوصل بالكاميرات. لكن طبعا مش هيقدروا يعملوا حاجة دلوقتي. لكن كده حسن بيتأكد إن عزت هو اللي أخد الفلوس، وبما إن عزت مش بيخرج من البيت يبقى أكيد الفلوس لسه جوه البيت ولازم يلاقوها. وبنشوف خالد جوز اخت حسن وهو رايح يقابل هاني السني وبيطلب منه فلوس مقابل انه يساعده. بالفعل هاني السني بيوعده بكده. وبنرجع لحسن وندى اللي بيقرروا انهم يستغلوا ان ابراهيم مش موجوده ويدوا عزت منوم يقلبوا الشقه عشان يدوروا على الفلوس. وفي الاول عزت بيكون صعبان على ندى لكن مفيش حل تاني، وبتروح تدي لعزت الدواء وينام. وبيبداوا هم يدوروا على الفلوس. وحسن بياخد مفتاح الاوضه من رقبه عزت وهو نايم وبيفتح الاوضه ويراجع الكاميرات لكن بيلاقي كل حاجه ممسوحه. بيبدأ الشك في قلبهم، ممكن عزت يكون سليم ومش بينسى ولا حاجة ومخبي منهم الفلوس وعارف انهم مش هيقدروا يطلبوها منه. وبيقلبوا الفيلا حرفيا ومش بيلاقوا اي حاجة، والباب بيخبط بتكون ام ابراهيم وبيحاولوا يمشوها لكن هي بتصمم تدخل لان ياسر المحامي قال لها لازم ترجع البيت عشان تبلغه بكل حاجة. واول ما بتدخل بتلاقي البيت مقلوب وعزت نايم رغم انه بيصحى بدري كل يوم.
وهما بيقولوا لها انه كان بيدور على الدواء بتاعه وناسي مكانه، عشان كده قلب البيت ودخل نام. ابراهيم بتوضب البيت لكن بتتصل بالمحامي وبتبلغه بكل ده، وبنعرف ان المحامي بيعمل كل ده عشان يسرق عقد ارض من عند عزت، فاكر ان الارض دي بتاعت ابوه وان عزت ضحك على ابوه من زمان وخدها منه. وبيصحى عزت من نوم طويل ومش بيتكلم معاهم في اي حاجة، وحسن بيكون قلقان جدا على اخته وعيالها وبيتصل بيها وبيطمن عليها، وجوزها بيكون مركز قوي في المكالمة وبيتصنت عليهم. لاحظ ان حسن وندى بعد ما كانوا بيتخانقوا على اي حاجة ابتدت الامور تهدى بينهم، لكن ندى بتحاول تحكي له على موضوع هاني السني وانها كانت متفقة معاه قبل ما حسن يعرف من نفسه، وساعتها مش هيسامحها، لكن كل مرة بتيجي تحكي له بيحصل حاجة ومش بتلحق تحكي له. طبعا هو كل ده مفكر ان هاني السني بيجري وراهم لانهم حطوه في مشكلة مع اصحاب شركة التعدين، ومش جاي في باله خالص ان ندى ممكن تكون متفقة معاه من الاول وانها كانت ناوية تشتغل حسن من الاول. وبيتجمع ندى وعزت وحسن بيعملوا كيك عيد ميلاد عزت، وبعدها حسن بيدوخ وبيقع وعزت بيتخض عليه جدا، وندى بتقول دي اكيد عدوى من الجرح. وهنا عزت بيقول انا قلت له كذا مرة يغير على الجرح، يعني عزت فاكر ان هو قال له اكتر من مرة يغير على الجرح ومش ناسي. وهنا بتظهر اول علامة استفهام، وحسن بيسخن جدا وبيبدأ يخطرف وبيقعد يقول ندى، وعزت مش بيستغرب اما بيسمعه ولا بيتكلم في الموضوع. ودي برضو علامة استفهام تانية، هل عزت فعلا عنده زهايمر ولا هو عامل نفسه بينسى وبيشتغلهم؟ طب ليه بيعمل كده؟ ولو هو بيعمل كده ليه بيقول على ندى انها هانية حفيدته؟ وبيفضل سهران جنب حسن هو وندى وبينام على الكنبة وبيخلي حسن نايم على السرير. وتاني يوم الصبح حسن بيفوق يلاقي نفسه نايم على سرير عزت وبيروح لندى وبيتكلم معاها، وفجأة بتجيله مكالمة من خالد جوز أخته وبيقول له إن في ناس جم أخدوا أخته وعيالها وإنه مش عارف يتصرف إزاي. وبعد المكالمة بنشوف خالد مع هاني السني وإن المكالمة دي كانت مقلب في حسن عشان يخلوه يسيب ندى لوحدها في الفيلا ويخرج عشان هاني يستفرد بيها. وطبعا حسن هيتجنن على أخته وبيكون عايز يروح يطمن عليها، وندى بتقول له هتخرج من هنا إزاي؟ وساعتها بيفكر في فكرة وبيتصل بعصام اللي بيكون قلقان عليه جدا وبيطمنه وبيطلب منه انه يجيله عند الفيلا وياخده. بعد شوية بنلاحظ الشاب اللي شغال مع هاني السني اللي أجر له الشقة بيحط بنزين على غطا عربية مركونة قدام فيلا عزت، وعصام بيوصل في نفس اللحظة والناس بتتلم وتطفي الحريقة وعصام بيطفيها معاهم. وفي وسط الزحمة حسن بيخرج من الفيلا ويركب مع عصام، وفي نفس الوقت ده هاني السني بيدخل الفيلا وبيطلع من غير ما حد يحس بيه على أوضة ندى وبيمسكها وبيهددها إنها لو ما جابتش الفلوس هيأذي أمها وإخواتها، لكن هي بتتجرأ عليه وبتزقه بعيد عنها وبتعرفه إنها مش خايفة منه. وهنا هاني بيلجأ لخطة تانية وهي إنه يوقع بينها وبين حسن وبيقول لها إن حسن مرجعش البيتكوين كلها للشركة زي ما هي فاهمة، وإنه رجع نصها بس، وإنهم مش هيسيبوهم غير لما ياخدوا باقي البيتكوين والفلوس. وفي الوقت ده بيكون حسن وصل بيته وبيدخل يلاقي أخته موجودة في البيت عادي وبيستغرب ليه خالد عمل كده، لكن أخته بتفهم لأنها عارفة إن جوزها واطي وبتقول له أكيد باعك للي اسمه هاني السني. وندى بتكلم حسن وبتحكي له على اللي حصل وبتقول له إنها خايفة على أمها وأخواتها، وبيقول لها اطمني وبيفكر في خطة عشان يحل المشكلة اللي هما فيها كلها. وبنشوف عزت لما بيصحى بيسأل على حسن لأنه كان تعبان وهو كان سهران جنبه، وبيزعل إنه خرج وساب البيت وبيقول لندى أنا بحبه وسبته ينام على السرير بتاعي ونمت على الكنبة وقايم تعبان من النوم على الكنبة، وفي الآخر يخرج من البيت من غير ما يقول لي. وبيظهر إن عزت تتعلق بحسن وندى، وفي الوقت ده حسن بيروح للمستشفى ويقابل أم ندى وأخواتها ويقول لها إن ندى بعتلها معاه فلوس وبتطلب منها إنها تسيب المستشفى دي وتستخبى في أي مكان لحد ما ندى تروح لهم عشان خايفة عليهم من هاني السني. وبيطلع بعد كده على مكتب ياسر المحامي وبيطلب منه إنه يبعد عنه هاني السني، وياسر بيطلب منه في المقابل إنه يجيب له عقد أرض بتاعته وبتاعة أبوه من عند عزت. وحسن بيوافق لأنه مفيش قدامه حل تاني لأنه عايز يخلص من هاني السني، وبيروح يقابل خالد جوز أخته اللي بيكون مكسوف من نفسه وبيديله فلوس حتى اللي أخدها من هاني السني لما باعه ليه. وهنا حسن بيقول له إنه عشان يسامحه عايزه يساعده يدخل الفيلا من غير ما حد ياخد باله، وفعلا بيروح معاه عند الفيلا ومع عربية البسكويت بتاعته وبيشغل المخبرين لحد ما حسن بيطلع من عربية البسكويت ويدخل الفيلا. وعزت بيفرح إن حسن رجع وبيقول لهم إن النهاردة عيد ميلاده ولازم كلهم يجهزوا ويلبسوا لبس سواريه. وحسن بيحكي لندى على اللي حصل وبيقول لها إن ياسر عشان يسيبهم في حالهم ويبعد عنهم هاني عايزهم يسرقوا عقد أرض من عند عزت، وهي بتقول له أكيد إحنا مش هنعمل كده، الراجل ده مخبينا عنده وبيعاملنا زي عياله. وفي الوقت ده عزت بياخد حسن وبيخش المكتب بيقول له إنه عايز يديله عقد أرض عشان يبيعها له لأن حسن قبل كده قال له إنه شغال في العقارات.
وتقريبا هو ده نفس العقد اللي عايزه ياسر، واكيد مش صدفة اللي حصل ده، ممكن يكون عزت سمعهم وهما بيتكلموا مع بعض وبيجهزوا نفسهم لعيد ميلاد، وندى بتلبس فستان بتاع مرات عزت، وعزت بيلبس بدلة وبيرقصوا، وفي وسط ما هما مبسوطين عزت بيقع على الأرض ومغمى عليه وبيطلبوا له الإسعاف. لكن قبل ما تيجي الإسعاف بيدي حسن عقد الأرض، وإن إبراهيم بتشوفه وبتكون هتتجنن لأنها عايزة العقد ده عشان تديه للمحامي عشان يطلع ابنها من السجن. وكمان بيدي لحسن مفتاح الأوضة اللي فيها الكراكيب، بس مش بيقدروا يروحوا معاه المستشفى لأنهم خايفين، وبيدخلوا الفيلا وبيدوروا على الفلوس عشان يهربوا من الفيلا قبل ما الموضوع يكبر أكتر من كده. وفي الوقت ده في ناس بيكونوا شافوا حسن وهو طالع يوصل عزت عربية الإسعاف، وبلغوا الضابط اللي بيجمع عنه معلومات لحد ما عرف إن حسن وندى جوه الفيلا، وبيطلب إذن النيابة عشان يفتش الفيلا. وفي نفس الوقت بيجي السمسار اللي أجر الشقة للشاب اللي شغال مع هاني السني، وبيبلغ إنه شاكك في الشاب ده وإنه مركب كاميرا في البلكونة. وساعتها الضابط بيقبض عليه وبيستجوبه، لكنه بينكر كل حاجة، والضابط بيحطه في الحجز شوية لحد ما يفضله. وفي الوقت ده ندى وحسن بيكونوا في أوضة المكتب، بيكتشفوا إن في خزنة مخفية ورا البرواز، وهنا وهم واقفين بيتكلموا بيتفاجئوا إن أم إبراهيم داخلة عليهم بالبندقية وبتثبتهم عشان تاخد منهم العقد، وفعلا بتاخده منهم وبتقفل عليهم الباب وبتخرج، وبيفضلوا يحاولوا يفتحوا الباب ومش بيعرفوا. وفي الوقت ده هاني السني بيروح ياسر المكتب بيطلب مساعدته وبيحكي له إنه قتل واحد وخايف من العقاب. وفي وسط الكلام بتيجي مكالمة لياسر من أم إبراهيم تبلغوا فيها إنها قدرت تاخد العقد، وهنا ياسر بيقفل الكلام مع هاني وبيقول له خلاص أنا مش فاضيلك ومش هقدر أساعدك. وبعد محاولات كتير من ندى وحسن بيقدروا يفتحوا الباب، لكن متأخر لأن الضابط بيكون وصل الفيلا ومعاه إذن بالتفتيش عشان يقبض عليهم، وبيقدر حسن يهرب لكن ندى بيتعوض عليه. وعزت بيفوق في المستشفى وبيكون زعلان إن محدش جه يزوره، وبعدها حسن بيجيله وبيحكي له على اللي حصل وبيقول له إن ندى اتقبض عليها، وإنه عارف إنه معندوش زهايمر ولا حاجة، وإنه عارف إنه مخبي الفلوس اللي خدها منهم في الخزنة اللي في المكتب، وبيطلب منه يثق فيه ويديله الباسورد. وبيطلع إن كل ده عزت بيعمل كده عشان خاطر هما ميسيبوش ويمشوا. وفعلا عزت بيثق فيه وبيديله باسورد الخزنة وبياخد عصام معاه، وبيروح على الفيلا بالليل وبيدخلوا يجيبوا الفلوس من الخزنة. وبعدها حسن بيعرف عنوان أم إبراهيم بيروح لها، وهي بتقول له إنها مش حرامية، هي بس سرقت منهم العقد عشان تخلص ابنها. وهو بيسألها ابنها ده ممسوك في إيه يعني، بتقول له إنه ماضي على إيصالات أمانة لناس كتير وكان مستلف منهم فلوس، ولما ما سددش الناس بلغت عنه وحبسته. بيسألها عليه كام يعني، بتقول له فلوس كتير قوي حوالي 200,000 جنيه. حسن ساعتها بيديلها 10,000 دولار وبياخد منها على العقد، وبيقول لها دول هيخلصوا ابنك وكمان تقدري تعملي بيهم مصلحة يعني. وبيروح لياسر وبيقول له إن العقد معاه، ولو عايز لازم يطلع ندى من النيابة لو عايز العقد. وبياخد الفلوس وبيروح على شركة التعدين وبيسلم نفسه ليهم عشان يخلص المشكلة كلها، وبيتفق مع الأستاذة إنه يقدر يشتغل عندها ويكبر لها ثروتها أضعاف، وكمان مش هيخلي أي حد يقدر يهكر السيستم بتاعها زي ما هو عمل فيها قبل كده. ورجالتها بيقولوا لها إن الفلوس ناقص 10,000 دولار، وحسن بيقول لها اعتبريهم مرتب أول شهر. والأستاذة بتوافق وبتشغل حسن معاها. وبتكون ندى طلعت بعد ما ياسر راح دافع عنها، وكمان عزت راح شهد لصالحها. وبنلاحظ إن عزت عاقل جدا، وإنه طول الفترة اللي فاتت كان بيمثل عليهم، وكل ده عشان يفضلوا قاعدين معاه. وياسر بيكلم حسن وبيقول له فين العقد، لكن حسن بيقول له العقد هيجيلك بكرة مع عزت بنفسه. حسن يقابل ندى على النيل وبيكونوا فرحانين جدا إنهم خلصوا من كل المشاكل، وبيجي لهم اتصال من عزت. ولما ندى بترد بتلاقي هاني السني هو اللي بيكلمها وبيقول لها تعالي بعد نص ساعة ومعاكي الفلوس والبيتكوين وإلا هقتل عزت. وبالفعل بتروح له على الفيلا وبتدخل، بيقول لها فين الشنطة، بتقول إن الشنطة والفلوس جوه الفيلا، وبيدخل معاها وبتشغله وبتلاقي عزت مربوط في الكرسي، وبتاخده وبتدخل المكتب وتوريله الخزنة. في الوقت ده بيكون حسن دخل وبيفك عزت، وهو بيقول لها افتح الخزنة، بتقول له للأسف الوحيد اللي معاه الباسورد هو عزت، وبيتعصب عليها انت بتلعبيني. واول ما هاني بيشوف حسن وهو بيفك عزت بيهددهم بالسلاح، وحسن بيشترك معاه. وفي وسط العركة بنسمع صوت ضرب نار وبنلاقي هاني وقع، ونشوف وراه ندى وهي ماسكة البندقية وبتنهار لما بتعرف انها قتلته. لكن عزت بيقول لهم اهربوا انتوا الاتنين انا هتصرف. ولما بيجي البوليس بيقول لهم ان هاني ده هجم عليه وكان عايز يسرقه، واضطر يدافع عن نفسه ويضربه بالبندقية. وساعتها عزت بيطلع بالموضوع لانه يعتبر دفاع شرعي عن النفس، والضابط بيقدر يحل قضية قتل الغفير لما بيلاقوا تحت ضوافر الغفير عينة DNA مطابقة لهاني السني. لكنه بيكون مش مبسوط لأنه لسه محلش باقي القضية. ليه ندى وحسن كانوا بيجروا في ليلة قتل الغفير، حتى الرئيس بتاعه بيلاحظ وبيقول له أهم حاجة جريمة القتل اتحلت، الباقي ده هيظهر بعد كده مع الوقت. وبيلاقي حسن جايله وبيحكي له عن كل حاجة وبيساعده إنه يقبض على الأستاذة اللي بتشتغل في التعدين. والنهاية بتكون سعيدة للجميع
أم إبراهيم ابنها بيطلع من السجن، ندى وإخواتها بيروحوا يعيشوا مع عزت اللي بيكون مبسوط جدا لأنه أخيرا بقى عنده عيلة وناس بتحبه. وبتخلص على صورة جماعية في عيد ميلاد عزت وهو حواليه عيلة كبيرة بعد ما كان لوحده. ولو وصلت معايا لحد هنا وعجبك الملخص اعمل لايك وشير واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات رأيك في المسلسل ده، وقول لي ايه المسلسل اللي تحب ألخصهولك. وادخل على القناة هتلاقي ملخصات لحاجات تانية كتير هتعجبك.